الميرزا مخدوم الجرجاني من الشخصيات التي استغلها العثمانيون تجاه الصفويون، ممن كان لهم الارتباط بالشاه الصفوي إسماعيل الثاني، الذي هو كان بمثابة رئيس وزراء الشاه إسماعيل الثاني، والبعض يقول أنه كان بمنصب وزير الشؤون والأمور الدينية. هذا ميرزا مخدوم الجرجاني هو أحدثت كتابات يعني بمشاكل للشيعة الإمامية بعد فراره من الدولة الصفوية باتجاه الدولة العثمانية، وكان اللجوء للدولة العثمانية هو عبارة عن فصل من فصول الدعاية السياسية اللي كانت موجودة بين الإمبراطوريتين، والتي تستند على الصراع الديني بشكل عام ويغذيها التعصب المذهبي بشكل خاص. طبعا هذا الميرزا مخدوم وضع كتاب تصدى فيه لضرب الأسس السياسية التي تقوم عليها الدولة الصفوية، وأكثر من ذلك تعدى إلى نقض القواعد التي يستند عليها المجتهدون الإماميون في صياغة أو في صياغة طريقة التفكير الشيعي العقائدية. هذا هو الميرزا مخدوم ابن السيد الشريف معين الدين أشرف الشريفي الحسني الحسيني. والده كان معين كأمير في حكومة السلطان طهماسب ثم وزيرا له. هذا ميرزا مخدوم في نشأته الأولى امتهن الخطابة ومارسها في عدة مدن إيرانية، وتذكر المصادر أن أسرته من الأسر الشيعية العريقة، نبغ منهم العديد من العلماء والفلاسفة، وعلى رأسهم جد السيد شريف الجرجاني. طبعا الميرزا مخدوم طوال فترة حكم الشاه طهماسب كان يمارس الخطابة والوعظ في أحد مساجد بالعاصمة قزوين، حيث كانت مقر السلطة الصفوية. وبعد تولي الشاه إسماعيل الثاني السلطة بعد وفاة الشاه طهماسب، قرب الميرزا مخدوم إليه ونصبه في منصب الصدارة والوزارة. هذا ميرزا مخدوم مارس سلطات واسعة في إبادة خصوم الشاه في الفترة التي أظهر فيها سطوته في إبادة خصوم السياسيين من أبناء الأسرة الصفوية. فمعلوم أن الشاه إسماعيل الثاني قضى على الكثير من أبناء نفس عائلته، برغم أن فترة حكمه كانت قصيرة، لم يبقى في الحكم إلا 19 شهرا من 27 جمادي أولى 984 ولغاية 5 ذي الحجة 985. لكن الأحداث التي حصلت في فترته كانت أحداث مثيرة. فبعد أن تولى الحكم أراد الانفراد بالسلطة أمام المنافسين من أبناء نفس العائلة، فأوقع فيهم القتل وتتبعهم في البلدان، ولم يسلم منهم إلا أخوه محمد خدابنده، هذا اللي كان يعاني من ضعف البصر ويسمى بالشاه البصير أو الضرير، وابنه الصغير عباس الذي سيصبح فيما بعد الشاه عباس الكبير. طبعا هذا الشاه إسماعيل أثار حفيظة العائلة والناس حوله، لأنه أراد أن يغير بعض الممارسات التي سادت في الدولة الصفوية من مظاهر اعتقادية معادية لأهل السنة، والتي أصبحت جزءا من الحياة العامة، فاتهم من قبل خصومه بالتسنن وخروجه عن المذهب الإمامي الذي التزم به آباءه وأجداده. ويعزون هذا التغير والتحول في سلوك الشاه تجاه المذهب الإمامي ومساندته للتسنن إلى تأثير الميرزا مخدوم في هذا الشاه، ولذلك هو كان يد الشاه القمعية تجاه خصومه من أبناء نفس عائلته. لكن الشاه لم يستطيع مقاومة التيار المعارض له، فقد أثارت هذه الأعمال اللي قام بها تيارات واسعة من الشعب ضده، بالإضافة لأبناء أسرته نفسهم. فحاول أن يتخلص من هذه الأمور ضده بإلقاء جميع هذه التبعات من قتل وهذه الأمور التي تتهم بها بالتسنن، وضعها في رأس منه، في رأس الميرزا مخدوم، وحاول أن يتخلص من هذه الاتهامات الموجهة ضده، وأمر بعزل الميرزا مخدوم عن مقام الصدارة وسجنه متهما إياه بهذه الأعمال في محاولة إلى تهدئة الأوضاع. لكن تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن كما يقال. فهذا الشاه إسماعيل الثاني قتل مسموما في العام 985، وبعد ذلك أطلق سراح السجناء، وكان من ضمن المطلق سراحهم الميرزا مخدوم الجرجاني. طبعا هذا الميرزا مخدوم كان صهر الفقيه الشيخ عبد العال، اللي هو ابن المحقق الكركي الذي كتب إلى الشاه طهماسب العهد الطهماسبي وأعطاه الصلاحية بالحكم نيابة عن الفقيه.
وأيضا تجمع روابط بالسيد حسين المجتهد العالم الكبير الذي كان على علاقة سيئة جدا بالشاه إسماعيل الثاني. هذا الميرزا مخدوم هرب بعد إطلاق سراحه نحو الحدود التركية، والتحق بركاب الدولة العثمانية ونال الحظوة فيها أيضا، وعين في مناصب رسمية عديدة في قضاء بغداد، وأيضا التدريس في المدرسة المرجانية، وتولى منصب القضاء في ديار بكر ومنطقة آمد وتدريس المدرسة الخسروية، ثم أمضى بقية حياته في مكة بعد أن تولى القضاء فيها حتى وفاته في العام 995. يبدو أن هذا الشخص متزلف إلى السلطة، فكان محظيا أو صاحب حظوة عند السلطة الصفوية، وحتى بعد فراره وإظهار التسنن كان محظيا وذا حظوة وشرف عند الدولة العثمانية. على أي حال، بعد استقرار هذا الميرزا مخدوم في السلطنة العثمانية واعتمادا على قوة السلطة الجديدة، ألف في العام 987 كتابه المشهور والمعروف النواقض لبنيان الروافض. كتاب النواقض لبنيان الروافض حاول فيه أن يظهر هو بمظهر أهل السنة كأنه هو سني، وينقل الصراع السياسي مع أجنحة الحكم الصفوي على أنه صراع مذهبي يعتمد على مبررات الاعتقاد دون الحكم والتسلط. طبعا بعض الباحثين يقولون أن الميرزا مخدوم هو يعد من أوائل البادئين بقضية المشاحنات الدينية السياسية بين العثمانيين والصفويين التي دامت حتى القرن 11 الهجري، وذلك من خلال تبني السلطات العثمانية لهذا الميرزا في محاولة لجعله واجهة من واجهات ضد النوعي في مواجهة الخصوم، يعني منهم وبهم، من الصفويين وضدهم، فاختلقوا له كرامات ليستفيدوا من أفكاره كسلاح موجه ضد الدولة الصفوية. طبعا كتاب هذا رد عليه أحد علماء الإمامية المعاصرين إلى اللي هو القاضي نور الله الشوشتري المقتول في العام 1019 في كتابه الذي سماه مصائب النواصب في نقد النواقض لبنيان الروافض. طبعا كتاب الميرزا مخدوم النواقض لبنيان الروافض بحسب علمي يعني القاصر لا يزال مخطوط، يعني ما شفته مطبوع، أنا شفت مخطوطات إليه. من ضمن المخطوطات التي اطلعت عليها هي مخطوطة موجودة في المكتبة الحضرة القادرية في بغداد، اطلعت على نسخة لكتاب النواقض لبنيان الروافض، لكن الكتاب اللي رد عليه موجود ومطبوع، يعني مطبوع في السنوات الأخيرة أيضا، مصائب النواصب، أعتقد في مجلدين يعني مطبوع، وناقل كلام كثير من كتاب الميرزا مخدوم في كتابه، فيمكن الاعتماد عليه، لأن حقيقة قراءة النسخة القديمة أو المخطوطة من الكتاب شيء صعب على غير المتخصصين. وأيضا قام أحد علماء السنة اللي هو الشيخ محمد البرزنجي قام بتلخيص كتاب النواقض لبنيان الروافض بكتاب سماه النواقض للروافض والنوافض، حاول أن يركز فيه على الجانب الفكري وينزه كتابه عن المنقولات السياسية والقصص التي تندرج في مقام التاريخ، لأنه ذكر كثير من أحوال الشخصية الميرزا مخدوم في الكتاب وعلاقته بالعثمانيين والصفويين، يعني أمور تاريخية لا حاجة لذكرها بعيدا عن القضايا العقائدية التي تعرض لها في كتابه. طبعا ومن طريف القول بعض المصادر تقول أن السيد نور الهدى أخوه للميرزا مخدوم وأمه بقوا في مدينة قزوين بعد فرار مخدوم والتجاءه إلى الدولة العثمانية. طبعا حصل الكثير من الخلط في نسب الميرزا مخدوم عند الأفندي وعند الخنساري وعند بعض كتاب القصص وكتاب السير حول نسب الميرزا مخدوم، ويعني اسمه يشابه اسم شخص آخر بنفس الاسم، يعني صار هناك لغط معين حول هذا الشخص بقضية نسبه، إلا أن ذلك ممكن حل بالرجوع على تواريخ الولادات والوفيات وتأليف من الكتب للوصول إلى الحقيقة التي يطمئن إليها الباحثين. طبعا الكتاب اللي هو كتاب النواقض يعني تضمن نقد للفكر الشيعي وللسلطة السياسية المتمثلة بالصفويين ومن والاهم من العلماء، وقد نقل الكثير من القصص والمرويات سواء المتعلقة بالبيت الحاكم الصفوي أم بالفقهاء أصحاب النفوذ.
طبعا هو بطبيعة الحال كلاجئ لدولة سنية اللي هي الدولة العثمانية سطر مدعيات في كتابه يثبت أنه كان سنيا منذ نشأته الأولى في الدولة الصفوية التي تقوم على العصبية المذهبية. هذا شيء يثير الاستغراب، فكيف كانوا سنيا في دولة تقوم على عصبية مذهبية وتقلد مناصب كبيرة بها هو وآبائه؟ فهذا فالشيء مو منطقي ومستبعد، لأنه حاول التزلف بهذه المدعيات إلى الدولة العثمانية حتى ترضى عنه. طبعا هذا المرزا شق طريقه لدى أرباب الحكم العثماني بهذا الكتاب. يعني هذا الكتاب من خلال أسلوب تأليفه نلاحظ أنه موجه إليهم، وهو أقرب ما يكون إلى الأحاديث الإقناعية، يعني التي لم يدخر صاحبها أي شيء في سبيل تحقيق أهدافه. وذكر أن تقلده للمناصب بالدولة العثمانية كان أمر غير متوقع، خصوصا أن هذه المراتب الرسمية الدينية خاضعة لاعتبارات عرقية إلا أنها كانت من نصيبه. وهذا أيضا أمر يثير الاستغراب، ولكن هذا الاستغراب يمكن أن يندفع إذا علمنا أن الدولة العثمانية حاولت أن تستخدم هذا الميرزا مخدوم وتوجهه كأداة لضرب الدولة الصفوية، يعني سياسة وعقيدة. طبعا هو حاول يذكر خصومه الصفويين الذين فروا من ديارهم بأن الدولة العثمانية هي الدولة العلية وهي الدولة الباقية، وأن الدولة القائمة على جموع القزلباش، يعني يقصد بها الدولة الصفوية القائمة على جموع هذه المجموعات العسكرية اللي يسموهم القزلباشية، اللي هي العماد الشريان الرئيسي للقوات المسلحة الصفوية، هي دولة غير معتد بها ودولة غير باقية. فقال أيضا هو هذا ميرزا مخدوم في كتابه أن التفاوت بين هذه السلطة الباقية العثمانية المرادية وبين الدولة الشاهية الإسماعيلية أكثر من التفاوت بين الثريا والثرى، وتيقظوا من نوم الغفلة وتبصروا من العمى. طبعا شن حملة واسعة في مقدمة كتابه على الكثير من أهل العجم الذين كما قال حسب وصفه أحدثوا في الدين الإسلامي المحدثات الشيطانية وانتقصوا من الشخصيات الأولى القريبة لعصر الرسالة. طبعا هو شخص يعني متناقض، ويعني كلامه غير منطقي، لأنه ادعى أن تأليف هذا للرد على هذه المحدثات الشيطانية التي قام بها العجم لم يكن قد بدأه الآن بسبب وجوده بالدولة العثمانية وهو يلوذ بظل الدولة العثمانية، وإنما كان تصديه لهذا الانحراف قد حصل أيام الشاه طهماسب حينما بدأ بتأليف كتابه الذي يرد من خلاله على البدع لغرض الوصول إلى ما يمثل الطباع المستقيمة إلى مذهب أهل السنة والجماعة. وهذا شيء بعيد عن الواقع، باعتبار أن الدولة الصفوية دولة مذهبية بامتياز لا تسمح لأي شخص من الطائفة السنية بالتصدي لمناصب مهمة أو القيام بتأليف كتب ضد التوجهات للدولة الصفوية. طبعا يستهل كتابه يقول أن كثير من أهل العجم ضلوا ضلالا بعيدا وانحرفوا عن قبلة الاستقامة وأحدثوا في الدين المحدثات الشيطانية فملئت قلوبهم القاسية نفاقا وعنادا إلى آخره، فظنوا أن هذا يعني حتى أن جر الأمر إلى أنصار شتم أزواج النبي، وأغلب المهاجرين والأنصار شعارهم بل كانوا على ذلك سرا وعلانية، فظنوا أن هذا أتم العبادات وأفضل الطاعات، ومن يجتنب عن ذلك كفروه وحرقوه، ومن لم يكن مصرا عليه زجروه وغرروه، إلى آخر كلامه. و يعني حاول أن يذكر أن بداية كتابه هذا أنه بعد أن رجع من الحج مع والدته، ويقول فلما رجعت ذهبت أعباء السفر عني خطر ببالي خطر وأخذت بتتميم رسالتي زادا لآخرتي، فما زدت على السطور المسطورة إلا سطيرات حتى خرج من السجن اللي هو من هو إسماعيل الثاني، وجلس على سرير السلطنة من قوي إسلامه وإيمانه وضعف عقله وجنانه، كان في الدين الحق صلبا متعصبا ولكن لم يكن قلبه قويا متصلبا، فجعل نفسه وإيانا معرض الآفات. يحكي عن إسماعيل الثاني الذي كان هو وزيره، يقول كان قوي الإسلام والإيمان لكن عقله ضعيف، ولم يعني وكان في الدين صلب متعصب لكن قلبه لم يكن قويا متصلب. ويتحدث عن علاقته بهذا السلطان وكيف أن الناس المحيطين لم يرضهم هذه العلاقة ودبروا له المصائب والمشاكل حتى يتخلصوا منه بطريقة أو بأخرى.
ويقول أن هذا السلطان من شدة خوفه منهم حبسني وبأشد العذاب ليظنوه رافضيا. يعني يقول يعني السلطان جعلته سني، ولكنه حتى يخلص من هذه التهمة سجني وعذبني حتى يظنوه جماعته وعائلته رافضي، فلم ينتج جبنه هذا إلا فناءه إذ قتل بعد ذلك. وبعد ذلك خرجت أنا من السجن بسبب العفو عن المسجونين. فهو قد يعني نصب نفسه في مقدمة كتابه وفي أثناء كتابه أيضا على أنه هو الذي كان الموجه والمرشد للشاه إسماعيل الصفوي الثاني، وهو الذي غير عقيدته من الشيعية المغالية إلى السنية المعتدلة. طبعا هذا خلينا نقول مقولة يعني توازى يعني أو تساوى فيها طرف الإثبات والنفي. هاي ادعاء، ويعني وايضا يوجد في المقابل ادعاء يقول ان الشاه لم يكن سنيا، وانما كان يعني مارس بعض الامور ضد عائلته اكثر مما يكون سنيا، مارس او تحول الى المذهب السني، وانما هو مارس القتل والاضطهاد ضد عائلته لاسباب سياسيه وامور تخص الحكم. وأيضا ذكر قصة هروبه من إيران والتجاءه إلى الدولة العثمانية، حيث استقبله والي شهرزور اللي هي حاليا السليمانية، والتي التجأ إليها وأرسله إلى الخلافة العثمانية، وأيضا التقاء بالوزير الثالث ووزير الأعظم، وأيضا بعد ذلك عين في المناصب العالية في الدولة العثمانية. وأيضا ترجم نفسه في آخر كتاب هذا وذكر بعض مؤلفاته التي ادعى أنه صدرت من عنده في الدولة الصفوية، وعد منها 9 مؤلفات كلها على المذهب السني، وهي طبعا كلها ادعاءات لا طريق لنا للتحقق من صحتها. وذكر أن كل المؤلفات المتبقية لديه هي الكتب التي ألفها هو في ظلال الدولة العثمانية، اللي هو كتاب النواقض لبنيان الروافض والقواعد المرادية، وكراس كتب في القسطنطينية عاصمة الخلافة الإسلامية سماه الأنموذج. وأيضا تهجم كبير على الشاه إسماعيل الأول، على الرغم أنه لم يكن قد أدرك عصر الشاه إسماعيل الأول، واتهمه باتهامات أخلاقية على غرار الأسلوب الذي اتبعه في كتابة مؤلفة هذا، إلا أنه من نفس الوقت مدح الشيخ صفي الدين الأردبيلي جد الكبير للأسرة الصفوية، وأثنى أيضا كثيرا على حفيده اللي هو الشاه إسماعيل الثاني اللي تحدثنا عنه، والذي نسبه إلى المذهب السني، واعتبر نفسه هو المقرر أن المذهب الذي نشره أبو الشاه وجد الشاه هو بعيدا عن الصواب، فثبت هذا أو هو الذي قام بتثبيت هذا الشاه على اعتقاده. فيذكر الميرزا مخدوم يقول: بلغ عدد ساب الصحابة من ولد إسماعيل، يعني عدد أولاد إسماعيل اللي يقوم بسب الصحابة البادي لهذا الكفر الصريح إلى 20، ولم أرى واحدا من ولده غير مبالغة متجاوزة عن الإفراط في بغض السابقين الأولين يعني الصحابة وسبهم ونسبة الكفر إليهم، إلا شاه إسماعيل الموفق المذكور مرارا، إنه صاحبه طبعا وأخاه من أمه، وهو الذي يتهم اليوم بالسلطنة، يقصد به هذا الشاه خدابنده الضرير أو ضعيف البصر. وأيضا يصفه يقول أنه هو رجل ضعيف مبتلى بأيدي القزلباش يحثونه ويحرضونه على ما يريدون، ويفزع كل آن على حياته من كيدهم وهم ظالمون، إلى الحد الذي يقول من شدة علاقته بأم صاحبه بالشاه إسماعيل الثاني، يقول: والله أظن لو كان الأمر بيده لكان يسلم العجم، يعني كل بلاد العجم والدولة الصفوية يعني بلاد فارس، إلى أمراء الدولة القائمة المرادية. كما قلنا كتاب النواقض يعني مقسم على أقسام معينة وفصول معينة، كتاب غير مطبوع مخطوط، رد عليه القاضي أيضا بكتاب مطبوع، واللي يريد يطلع على الردود موجود كتاب القاضي، طبعا القاضي نور الله الشوشتري، كتابه موجود اللي هو مصائب النواصب، واللي يحب يطلع على بعض مفردات ما جاء في كتاب نواقض لبنيان الروافض بإمكانه الاطلاع على كتاب القاضي نور الله الشوشتري. طبعا كتاب كبير وفيه الكثير من التهم والتجاوزات على علماء الشيعة في الدولة الصفوية، ويتكلم بصورة مطولة على عقائد الشيعة بصورة يعني خلينا نقول تفصيلية، وإلى تفاصيل كثيرة تجدونها في الكتاب إن استطعتم الحصول على نسخة يعني خلينا نقول مطبوعة منه إن وجدت. كمان يقال أن بعض المحققين من أهل السنة قد تصدى لطباعة الكتاب، ولا أدري أن ينشر الكتاب أم لم ينشر بعد.
هذا ما أحببت أن أشارككم به حول الميرزا مخدوم، الرجل الذي حول بحسب ادعاء الشاه الصفوي إسماعيل الثاني إلى مذهب التسنن. شكرا لكم وتحية لكم جميعا.